تعليق بسيط جدا يعني للناس اللي هي بتعمل الموضوع ده. النهارده اكتر من 3 تليفونات وده الرابع جه بالمشكله دي او بالموضوع ده، وبيجي لنا على طول. ولكن عمري ما فكرت ان انا اعمل فيديو في الموضوع ده. دايما بيجي لنا الجهاز عشان نتعمل فيه اي صيانه، نغير شاشه بقى، نغير بطاريه، نعمل فيه اي صيانه، الاقي دايما المسامير ناقصه. طيب المسامير دي بتروح فين؟ ليه بتضيع؟ ليه بتبقى انت كمحل او كفني ما بتاخدش بالك او مش بتبقى مهتم بالمسامير ومتخيل اللي هي حاجه بسيطه او حاجه عاديه؟ لا، المسامير دي مهمه جدا. يعني جهاز ايفون اكس جاي عشان يغير شاشه، ادي عندك هنا مسمار التاني التالت الرابع الخامس، مفيش فيه غير مسمارين، ده هيبقى هنا وده هيبقى هنا او هنا، مش فارقه. في عندك هنا كام مسمار تاني ناقص؟ 3 مسامير ناقصين في الشيلد ده. الشيلد ده مهم جدا. الشيلد ده لو مفيش فيه مسامير راكبه كويس، الشيلد ده ماسك البطاريه وماسك كل الفئاتات بتاعه الباور وبتاعه الفوليوم وبتاعه الكاميرات وبتاعه الشاشه وبتاعه فئات الشحن. وارد من اي خبطه لو الشيلد ده المسامير مش متقفله فيه كويس، من اقل خبطه يعمل مشكله، يقف على اللوجو، كونكتور البطاريه لما يتفك تلاقي الجهاز واقف على اللوجو مش عاوز يفتح، مشاكل كتير قوي تحصل. لا وكمان هنا انا بغير شاشه، جايب الشاشه الجديده الجي اكس اهي، وهغير الشاشه، هنقل 3 من هنا لهنا، ناقص هنا كمان مسمار. يعني انت لما كنت بتغير الشاشه المسمار ضاع منك. المسامير دي بتيجي بمقاسات معينه، ما ينفعش اي مسمار اجيبه واركبه، لو المسمار جه اطول من اللازم هيقوم داخل ومعدي كسر الشاشه. طيب تعالى بقى هنا بص عليه من تحت، ليه مسمارين، مسمار واحد بس اللي موجود. والله النهارده اكتر من 4 تليفونات بالمنظر ده وانا بكمل مسامير من عندي، لان دي حاجه مهمه. يعني يا ريت ارجو من كل مركز صيانه، من كل فني يهتم بالتفاصيل دي، لان التفاصيل دي مهمه جدا، وهتميز شغلك ونظافه شغلك، وهتميز ضميرك يعني بينك وبين ربنا كده، اللي انت مهتم بكل تفاصيل انت بتعملها، مش اللي هو انا يلا هات الشاشه، يلا ركب، يلا شيل، يلا حط، يلا عشان اكسب فلوس. المكسب ما بيبقاش فلوس على قد ما المكسب اللي انت تراعي ضميرك وتراعي ربنا في شغلك وفي اكل عيشك.